السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وصحة فطوركم. تكملة للفيديو تاع البارح، من المستحسن انه الانسان اللي ما شافش الفيديو تاع البارح يشوف تاع البارح ومن بعد يكمل هذا الفيديو باه يفهم تسلسل القصة كيف تكون. شوف، بما انه تكلمنا على انه الصين في الألفية عرفت انه المصانع نتاعها باه ما تحبش يجب أن يكون عندها الموارد. بوجود الموارد مصانع الصين لن تتوقف، فعجلت الصين وراحت شرات كل الموارد اللي موجودة خصوصا عند الدول الفقيرة. شرات الأفريق كامل، المناجم كل شراتهم، شرات جبال، شرات مناجم، شرات. فأمريكا والدول الأوروبية فاقوا متأخرين. لما فاقوا وبداو يدوروا على الموارد وما يلقاوش في السوق، لقاو انه الموارد كلها اشترتها الصين. شرات في الافريق، شرات في لازي، شرات في الامريكا اللاتين، عامت عليها بكل كما نقولوا احنا بالجزائري. فامريكا لما لقات نفسها انها ما كانش هنايا، امريكا ولات تحوس على مصدر منين تجيب الموارد نتاعها باه المصانع نتاعها هي ايضا ما يغلقوش. فخبطت مع كندا وقفت لها في الطريق، وزادوا الدول الأوروبية وقفوا مع كندا، فراحت خبطت وين؟ راحت خبطت في ألاسكا، في الجرينلاند. قالت ندي الجرينلاند، فهي تحوس على بلاصة كبيرة وين تدي الموارد نتاعها براحتها، لأنه ألاسكا تشوف فيها أنه مكلفة باه تجبد هي الموارد من تم، وزيد تشوف فيها أنه هي الموارد للأجيال القادمة لها هي. فلهذا هي تحوس على مورد جديد مثل ألاسكا، جزيرة كبيرة نائية ما فيها حتى واحد، يتحوس تمص منها. فمجرد أنه أمريكا راح حطت يدها مش راح حطت يدها على الجرينلاند، ولا تتفكر في الخطة الثانية. الخطة الثانية هي كيف نقطع الطريق على التنين الصيني، لأنه التنين الصيني لو يبقى يمشي كما هكذا راح يزيح أمريكا من الرقم واحد، لأنه أمريكا هي الرقم واحد سواء في التجارة، سواء في السلاح، سواء في السياسة، سواء في كلش. هي الرقم واحد، تحب تكون دائما زعيمة. ولكن لقات أنه التنين الصيني داخل معها يعني بقوة، فقالت لك لا، يجب أن نوقف التنين الصيني. كيف نوقف التنين الصيني؟ بما أنه أمريكا شافت نفسها أنه أكبر الدول المصدرة للطاقة هي 3 دول. الأولى اللي هي الأولى أمريكا تقريبا بحوالي 13 مليون، وراها الصين تقريبا، وراها روسيا تقريبا، روسيا في حدود تقريبا 11 مليون، ومن بعد تجي المملكة العربية السعودية تقريبا ب9 قريب 10 مليون. فأمريكا ماذا تريد؟ تريد الزعامة في تصدير الطاقة للدول اللي تحب. هي تحب تمشي المارشي تاع الطاقة هذه بيدها. دارت المشكل لمن نحات روسيا نحتها، دخلتها في معمعة، في مشاكل مع أوكرانيا. أصبحت روسيا لا تصدر الطاقة للدول الأوروبية، وكان هذا هو مصدر الدخل نتاع روسيا. أصبحت روسيا لا تصدر الطاقة للدول الأوروبية. المركز الثالث من هي السعودية والدول الخليجية اللي معها، سواء الكويت والعراق وإيران والإمارات و فهي ماذا تعمل حاليا؟ فهي تعمل في مشكل ما بين إيران والدول والمنطقة هناك، لكي تعبث في المنطقة، لكي يتوقف تصدير الطاقة من هذه المنطقة. فوش تصبح أمريكا هي المورد الوحيد للعالم في الطاقة، سواء كان الغاز، واللي كانت المنافسة الأولى لأمريكا اللي هي قطر، سواء كان البترول اللي كانت المنافس الأول لها هي السعودية. فنظن أنه هكذا بدأت توضح معالم العبث اللي موجود في منطقة الخليج العربي.
نظن هكذا وضحت لكم الرؤية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما الجزائر كيف راهي داخلة؟ الجزائر راهي داخلة بطريقة أخرى، يعني أن الجزائر الموقع الجغرافي نتاعها والبنية التحتية تاعها هي اللي فرضت نفسها أنها تكون مساعد في تصدير الطاقة إلى الدول الأوروبية. يعني تصدير الطاقة سواء البترول أو الغاز من الجزائر إلى الدول الأوروبية لا يحتاج ناقلات. يوجد أنابيب يحل الروبيني يوصل عنده البترول، يحل الروبيني توصل عنده الغاز. فالموقع الجغرافي الجزائري والقرب الجغرافي للجزائر والبنية التحتية للجزائر هي اللي فرضت على أمريكا أن هذه الدولة يجب أن تكون حتى بالقدرات الصغيرة بالنسبة لأمريكا في تصدير الطاقة. هذه الدولة اللي هي الجزائر ممكن أنها تساعد في تصدير الطاقة للدول الأوروبية وخصوصا القريبة على السواحل البحر الأبيض المتوسط مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.